السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. قبل البدء، فضلا وليس أمرا، أمرتني الاشتراك في القناة ووصولها إلى أكثر من 1000 مشترك والضغط على اللايك. ورد في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، جاء فيها: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فحفروا قبرها. إنها فاطمة بنت أسد، زوجة زوجة عمه، التي كانت في مقام أمه. فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأخرج ترابه. فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه في قبرها. إن الحديث غاية في الصراحة أنه صلى الله عليه وسلم إنما اضطجع في القبر، واضطجاعه في القبر هذا فإنما هو بركة لأمه فاطمة بنت أسد، فإن النار لا تشتعل في قبر اضطجع فيه خير البشر. إنه يعترف بجميل هذه السيدة الفاضلة رضي الله عنها، حيث أنها كانت تجيع نفسها وتطعمه، وتعري نفسها لتكسوه، وتمنع عن نفسها ملذات الدنيا وطيبها، وتوفره لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله إن العين تكاد تدمع من خلق هذه السيدة الفاضلة، ومن وفاء هذا الوفي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم أفنى رسول الله عليها خيرا. وفي الختام، أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.